حرائق المطابخ غالبا تكون حرائق من نوع F، وهي الحرائق الناتجة من زيوت الطهي والشحوم والدهون الحيوانية. سؤال: في حالة اندلاع النار في زيت الطهي كيف تتصرف؟ انتبه، في ماذا تفكر؟ لا تحاول أبدا إطفاء حريق الزيت بالماء. إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ الحل في المقطع التالي. عند حدوث حريق زيت في مطبخك اتبع الخطوات التالية. أولا، أغلق الموقد. ثانيا، بلل قطعة من القماش وعصرها جيدا. ثالثا، ضع قطعة القماش على الوعاء بإحكام. رابعا، اترك قطعة القماش على الوعاء حتى يبرد. وبهذا يتم إخماد حريق الزيت بالطريقة الصحيحة والآمنة. تخيل معي لو أننا استخدمنا الماء في إطفاء الحريق، يا ترى ما هي النتيجة؟ في المقطع التالي يبين خطورة استخدام الماء في إطفاء حريق السوائل، وكما ترون هذه النتيجة. The effects can be devastating. ملاحظة هامة وخطيرة: لا تحاول أبدا نقل الوعاء المشتعل، وذلك خوفا من سقوطه وانتشار الحريق.